السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أحلى كيكة بسكوت هتشوفيها في حياتك بدون فرن ولا بيض. وهنقول المكونات مع بعضينا دلوقتي إن شاء الله. بصوا سهل تطلعها ازاي بكل سهولة، مش قادر اقولك على جمالها وعلى طعمتها. حلوة حلوة دي كلمة قليلة، حلوة قوي قوي بجد وطعمها يجنن. خليكم معايا اقولك على المقادير بتاعتها. معانا 4 كوبايات لبن، وهنا كوباية سكر حسب طبعا السكر اللي انتي عايزة بقى تقللي من الكوباية تمام، هو كده يبقى مظبوط معاكي اوي المقدار بتاعها. ومعانا هنا 3 معالق دقيق ومعلقتين نشا. هو الوصفة بتاعتها كده، انت عايزة تنقصي حاجة مش هتبقى مظبوطة معاكي، ففي الحالتين كده المكونات بتاعتها تمام. وهنا معانا 4 قطع زبدة ومعلقة كاكاو كبيرة. تمام. اللي هو الغامق بدون سكر، الخام معنى الأصح. وهنا معانا معلقة من البن بيدي نكهة حلوة قوي. هنا طبعا بنحط على البارد اللبن الأول والسكر والدقيق والنشا طبعا. وطبعا البن بيديه بجد نكهة حلوة قوي، جربوها حلوة قوي قوي. بتقلبيه كله طبعا على البارد هنا في قلب بعض عشان النشا طبعا ما تمسكش مننا. وهنا بتحطيه على البوتاجاز، ما بياخدش معاكي وقت خالص. طبعا اختيار، عايز تحطي فانيليا براحتك زي ما انت حابه، وكل حاجه اختياري براحتنا زي ما احنا حابين. بس لو خدتوا نفس المقادير هتبقى حلو قوي. هنا بصي القوام بعد ما تقل على البوتاجاز، بصي وداكي شكل ازاي تقيل وحلو قوي. هنا بقى نسقط الزبده معاهم في الاخر خالص، وبتقلبي كويس قوي. لازم تاخدي التقليبه كويس قوي عشان كله يبقى في قلب بعض، يبقى كويس متقلب تمام. بصي هنا الكريمه بقت تقيله ازاي، حلوة قوي تجنن. انا بجد نفسي تعملوها وتجربوها ان شاء الله وتقولوا لي ايه رايكم في الجناش بتاعه ده، حلو قوي قوي. وننزل برشه الملح. وبالمناسبه ما ينفعش تسيبي الكريم ده الشوكولاته دي وتعملي حاجه تاني، لا دايما تقفي عليها. وهنا طبعا معانا البسكوت، اي نوع بسكوت انت حابينه. واللبن بتنزلي بس البسكوت كده في اللبن على اساس ان هو يطرى. ومش شرط ان انت تنزليه في اللبن، كده كده من الصوص الشوكولاته ده هيطريه عامه. هتنزلي بطبقه البسكوت الاول، بترصي الطبق الاول في صينيه بسكوت تمام بالطريقه اللي انت شايفه انا برصي فيها كده. والطبقه التانية اللي هو الكريم الشوكولاته اللي احنا عملناه التقيل ده، بصي القوام بتاعه ما شاء الله تقيل ازاي، حلو قوي قوي. وبتنزلي بالطبقه التانية بسكوت، يبقى نزلنا بطبقة بسكوت الاول وبعدين اللي هو الكريم الشوكولاته ديت، والطبقه الثالثه اللي هي برضك بسكوت وكريمه الرابعه. وبتعملي الصينيه كده، لازم تعمليها كده عشان تظبط معاكي كله يبقى في قلب بعضه. طبعا دي هتفضل بره التلاجة. هنعمل بقى معانا اللي هو الجناش. عندك شوكولاته، اي شوكولاته بقى، خام شوكولاته، اي انواع الشوكولاته مش هنحدد حاجه. وبتحطي قشطه، برضك نوع القشطه اختياري حسب الموجود عندك، مش هنقف على حاجه زي ما احنا متعودين مع بعض. ممكن تدخليها الميكروويف، المهم ان هما الاتنين يسيحوا مع بعض. وبتنزلي باخر طبقه في الصينيه زي ما انتم شايفين كده. الجناش ده بيديها طعم حلو قوي قوي، وهتشوف في الاخر. وهنا انا معايا شوكولاته بيضه يا حبايبي، دي شوكولاته بيضه حطها في كيس عادي خالص، مش شرط يعني كيس الحلويات ولا حاجه. وبتعملي باي خليط اللي هي بتاعت الشيش طاووق، او عادي طرف السكين او حاجه، بتعملي نفس الشكل دوت. انت طبعا انت وذوقك حسب اللي انت تعمليه، بس دي النتيجه بتاعتها في الاخر. اتمنى ان شاء الله تعملوها وتعجبكم وتقولوا لي في الكومنتات ايه رايكم. واللي مش مشترك في القناه يشترك. وخليكم فاكرين ان هي ما بتدخلش الفرن، هي بتتحط في التلاجة. طبعا يا حبيبتي تفضل بره اللي بتحط في التلاجة، مفيش جوه الفرن عشان نبقى فاهمين. وبتقطعيها بالشكل اللي انت حباه زي ما انتوا شايفين كده. وبالهنا والشفا طبعا على قلبكم. واتمنى تعملوها، واللي مش مشترك في القناه زي ما قلنا تشترك، وما تنسوش تصلوا على النبي. واتمنى تدوقوها، طعمها تحفه تحفه، كلمه قليله.
اعملوها جربوها بجد مش هتندموا، وبألف هنا وشفا على قلبكم، صحة وهنا.